بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد البدء نتقدم بالشكر الجزيل إلى الشريك الأردني المتمثل في مقهى روح على استضافته لهذه الأمسية، والشكر أيضا موصول للإخوة الحاضرات والإخوة الحضور على حرصهم في التواجد في هذه الأمسية، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الأمسية خفيفة لطيفة عليكم، وأرجو من الله أن أقدم لكم ما إن شاء الله يشفع بالجهد اللي بذلتموه حتى يعني تواكبوا هذه الأمسية. أنا أولا أعتذر عن التأخير، طبعا التأخير 8:30 مكتوب في الدعوة، ولكن احنا تنبهنا ان الصلاه تنتهي على الساعه 9:15، وكان في بعض الاشخاص كان حقيقه حريصين على حضور هذه الامسيه، فكان يعني هذا من حقكم عليه حقيقه اني اقدم لكم اعتذار على هذا التاخير. الامسيه احنا عنوناها بالكتابات العربيه القديمه في منطقة تبوك أو تبوك، ونقصد بالعبارات أو الكتابات القديمة هي النقوش والرسومات الصخرية والنقوش، وطبعا الكتابات اللي تنتشر على الواجهات الصخرية في مدينة تبوك وفي محافظاتها، أو حتى في على ضفاف الأودية وعلى الهضاب مثل هضبة حسنة، وأيضا مثل وادي ضم وادي البقار وأيضا دجلة وعلقان والزيتة، وبعض المناطق اللي يعني على رأس حتى الوادي الأخضر وادي العصافير. وادي العصافير طبعا من أكبر يعني تجمعات لهذه النقوش، وعملت دراسات عديدة حقيقة. كان آخرها 2025 لدكتور مصري قام بنشر 17 نقش ثمودي متأخر من وادي العصافير. المفروض يكون في هناك عرض وإن شاء الله إنه نلحق هذا العرض المادي، لأنه مهم جدا لتثبيت بعض المعلومات اللي أود أن أوصلها لكم في هذه الدقائق المعلومة. الأمسية أو الندوة ليست يعني مهيئة لأن تكون علمية بالدرجة الأولى، لأن الفئة المستهدفة يعني راعينا فيها حقيقة هذا المكان طبعا. يعني نبسط للحاضرين المادة، نحاول أن نبسط المادة للحضور قدر الإمكان. والسبب يعني لتقديم هذه الأمسية أو هذه المحاضرة أو هذه الندوة سبب بسيط جدا، هو محاولة لتفسير النقوش أو الرسومات الصخرية اللي إحنا كأهالي منطقة تبوك دائما ما نلحظها أثناء يعني أثناء مثلا يعني خروج الكشفة القلعة العربية. هو محاولة رفع الوعي بأهميتها وماذا تعني هذه النقوش، ماذا تعني هذه الرسوم الصخرية، ما الفائدة، ما هي المعلومة اللي أنا أستطيع من خلال قراءتي لهذا النقش أو فهمي أو رفع الوعي عندي إذا وجدت هذا النقش في مكان ما هي الرسالة اللي يحاول الإنسان العربي في تبوك إيصالها لي، وما الدور عليه في هذه اللحظة أو في هذه الموقف اللي أقدم في الحفاظ على هذا النقش وعلى مثلا يعني الإبلاغ عنه أو تسجيله في مبادرة وزارة الثقافة، مبادرة نقوش السعودية، واللي أي نقش أنت تجد في أثناء الحالة أو أثناء خروجك للنزهة، إذا كان هناك نقش واستطعت أن تسجل اسمك من خلال الإبلاغ عن هذا النقش إذا ما كان مسجل في هذا الموقع أو مبادرة نقوش السعودية. البداية كيف بدأت طبعا، كيف بدأت الحياة في تبوك؟ المدة اللي أنا متوقع إن شاء الله للندوة هي 25 دقيقة، لا أطيل عليكم،
وعبارة عن جهد مبسط لأبحاث عديدة لكتب كثيرة اهتمت بالكتابات واهتمت بلغات السامية القديمة واهتمت بأنواعها. حاولنا أن نلخص الموضوع فقط في منطقة تبوك والنون بحكم تواجدنا في هذه المنطقة، والأغلبية من أهالي تبوك حريص على أنه يفهم معنى هذه النقوش. ولا بد أن نعود للوراء كيف بدأت الحياة. لا بد أن نعرف أن المؤرخين والمختصين بالتاريخ والأثريين والمنقبين دائما ما يقسموا التاريخ إلى قسمين: عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. ولك أن تتخيل معي الفجوة اللي إحنا كمؤرخين كباحثين نعانيها في توفيق هذه المراحل، مراحل العصور لأي منطقة، ليس فقط في السعودية وإنما في العالم. لك أن تتخيل 98% هذه العصور ما قبل التاريخ، وهي عصور مجهولة للمؤرخين. 98% من تاريخ البشرية اللي بدأ من 2,500,000 سنة، 98% منه هو تاريخ مجهول. 2% بدأ مع بداية ما الإنسان كتب على الصخر وكتب على ألواح في بابل، على الألواح الطينية بالكتابة المسمارية قبل 5300 سنة. هنا بدأ العالم يحيى، بدأت هناك رسائل يوصلها أجدادنا إلينا للأجيال اللي تتبعنا. عبد الرحمن ترى إذا تقدر توفينا بالسوق. بدأت الكتابة قبل 5300 سنة في السعودية أو في الجزيرة العربية، أو الإنسان العربي بدأ يكتب قبل 3000 سنة. العصور الحجرية، أو خلينا نتكلم عن عصور ما قبل التاريخ في لحظة سريعة جدا. احنا نقول إن الإنسان بدأ في هذا الكون قبل 2,500,000 سنة. هذا طبعا الأدبيات البحث العلم الرصين تقودنا إلى هذه المفاهيم. وأيضا العلماء يقولوا إن أصل الإنسان هو في شمال وشرق أفريقيا، وبدليل أقدم عظام بشرية وجدت في شرق أفريقيا تعود إلى 300,000 سنة. في المملكة العربية السعودية وجدت بعض المصار وبعض الأدوات الحجرية اللي يعود تاريخها إلى 500,000 سنة. إلى وقت قريب كان السائل في منطقة جبل اللوز هي أقدم مستوطنة في منطقة جبل اللوز، تحديدا موقع اسمه مصيون أو الجيش. هذا الموقع اللي تدار حوله الأساطير اللي هو جبل سينا، وهذا الكلام طبعا بالمناسبة غير صحيح، عاري من الأدوات العلمية أو من البحث العلمي اللي نشر لاحقا في أكثر من مجلة، مجلة أطلال، وكذلك المجلات العلمية المتخصصة. ومن أراد أن يستزيد يقرأ كتاب البدر آثار تاريخها للأستاذ البروفيسور الأنصاري، أجر على نفقة طبعا أو على حساب وزارة التعليم والتربية 2003. ما هو موضوعنا؟ موضوعنا طبعا هذا جبل اللوز هو أقدم مستوطنة. تطلع الصورة اللي بعدها أيضا عدي عطى الصورة اللي بعدها. نعم. طبعا هذه بقايا إلى أقدم إنسان وجد يعني في إحدى الكهوف في شرق أفريقيا يعود إلى 300,000 سنة. ونحن نقول دائما أن الإنسان بدأ قبل 2,500,000 سنة. ماذا حدث في عام 2018؟ 2018 غير المفاهيم للعلماء على مستوى العالم أن الإنسان أقدم وفاة وجدوا في أفريقيا وفي فلسطين، يعني حد 2018 وجد في السعودية، الصورة اللي قاعدة نسمع، وجد في السعودية في شرق تيمو تحديد منطقة تبوك أقدم وفاة أو عظام بشرية لإنسان عمره تجاوز 85,000 سنة أو 90,000 سنة.
نعم هذا الرفات عبارة عن عقلة الإصبع، يعني عقلة الإصبع اللي نشوف الآن هي رفات أقدم إنسان في السعودية الآن. وجد في تيمة، في شط تيمة مساحة 150 كيلومتر تقريبا، ويعتبر حدث مهم جدا لأن الأدوات الحجرية اللي وجدت في مختلف مناطق السعودية وتحديدا في الجنوب جهة الجرام هي أدوات حجرية فقط، لم يجد العظام. ووجدت هذه العظام أو هذه العظمة الصغيرة في بحيرة جافة شرق محافظة تيمة اللي تتبع إلى منطقة تبوك، ولذلك نجد تبوك تميل بها الكفة في ناحية يعني في ناحية موجهة القدم، يعني منطقة تبوك منطقة التقاء حضارات، ومنطقة مهمة جدا كانت تربط ما بين حضارة ما بين النهرين في العراق وبابل وما بين الحضارة المصرية الفرعونية وكذلك حضارة الشام. فعندنا احنا منطقة تبوك منطقة منفتحة قديمة جدا على مختلف الثقافات، وهذا ما راح يتوضح او يعني نقدر يعني نستشفه من خلال اللوحات القادمة ومن خلال المواضيع لو نعدل اللوحات أستاذ عبد الرحمن. طبعا هذا الحديث وهو تبوك عبر او تبوك ما قبل العصور التاريخية، فكان المتعارف عليه الجبل اللوز الحياة فيه بدأت قبل 20,000 سنة، يعتبر أقدم مستوطن، حتى جاء عام 2018 وتغير المفهوم من هناك إنسان، والحياة في الجزيرة العربية أيضا كانت قديمة وما هو السائد طبعا في الكتب التاريخية العالمية اللي كانت تروج أن الجزيرة العربية كانت عبارة عن صحراء قاحلة لا فيها إنسان ولا فيها نبات ولا فيها حيوان. فالابحاث الجديده اللي انتم تشوفوها دائما في تويتر وفي السوشيال ميديا من المملكه السعوديه يعني مهد الحضارات، وكانت الى عصور متاخره قبل 10,000 سنه كانت تنعم بالبحيرات، وكانت هناك حيوانات مثل النعام مثل بعض طبعا فرس النار ومثل الاسود كانت تجول في هذه المناطق. تقول مثلها مثل اي منطقه. طبعا مصطلح او مسمى تبوك هو مدينه، ولكن نحن نطلق على تبوك كمنطقة بحكم هي العاصمة الإدارية. فمختلف المناطق في تبوك أقصى موقع يعود للعصر الحجري المصري الآن. قبل 2018 كان أقدم موقع يعود إلى العصر الحديث اللي هو قبل 10,000 سنة من الآن، أو 12,000 سنة 10,000 سنة قبل الميلاد، أو نقول 12,000 سنة قبل وقتنا الحاضر حتى بس ما يخطر عليكم التاريخ. 2018 غير المفهوم، وما زالت الابحاث تعطينا وما زال الاثريين يعطونا كل فتره مشهد جديد لهذه المنطقه. ببساطه تبوك مرت من العصور اللي احنا عارفينها، من العصر الحجري القديم، العصر الحجري الوسيط، والعصر الحجري الحديث، ثم العصر الحجري او العصر البرونزي، ثم النحاسي، ثم العصر الحجري الحديث، ثم طبعا النحاسي والبرونزي، وعندنا الان الحديث العصر الحديث. الانسان استخدم هذه الادوات وظهرت من خلال الملتقطات الاثريه اللي كان الاثريين يكتشفوها في هذه المستوطنات، ثم يجد هذه الملتقطات سواء كانت ادوات حجريه مثل المصاب والاسهم ومكاشف وغيرها من الادوات البسيطه البدائيه من حجر الصوان كانت تصنع. مع العصر الحديث او العصر الحجري يعتبر هو قبل 3,000 سنه تمكن الانسان العربي من تعلم الكتابه ومن تكوين هذه الرسوم الصخريه المشيعه الى رموز والى احرف والى اصوات، الصوت يساوي حرف والحرف يساوي صوت. لذلك هنا نشأت الكتابه، واصل طبعا الكتابات اللي في الشبه السابق اصلها اللغه العربيه. اصل اللغات حتى على مستوى العالم اصل اللغات هي اللغه العربيه، الجزيره العربيه منذ القدم كانت تحكي اللغه العربيه. ما نتكلم عن الفصحى ولكن نتكلم في النطق وفي الاصوات، كانت تتحدث اللغه العربيه. هاجر بعض القبائل
إلى الشام، إلى العراق، إلى أيضا حوض البحر المتوسط، وتشكل هناك لغات أصلها اللغة العربية. لذلك كثير من اللغات اللي تعرفونها مثل البابلية، مثل العربية، مثل الصفائية، مثل السريانية، مثلا السومرية، أنت لما تيجي تبغى تفهم بعض المعاني لما ترجعها للغة العربية الفصحى وقاموسها نستطيع أن نفهم بعض هذه المفردات. وهذا نشوف بعض التركمان اللي بعدهم. هذه طبعا صور أو رسوم صخرية قبل الكتابة موجودة في جبل اللوز وعلى سطوح جبل اللوز، سواء كانت في موقع يسمونه موقع السيول اللي بعده. هذا طبعا رسمة يعني ثوب بالألوان، الصورة ملونة وتعتبر عن فن صخري مدهش مميز موجود في جبل اللوز. وأيضا هذه هي اللي يسموه طبعا الرسوم الصخرية أو تشكيل الإنسان على شكل يسموه المصل الأودي. هذه كلها طبعا مواقع في جبل اللوز. هذه مواقع في جبل اللوز اللي يعتبر أقدم المواقع اللي تم استيطانها في منطقة تبوك. هذا طبعا إحدى النقوش الثمودية. هذه طبعا الألفيات اللي صارت والأعمال التوثيق اللي صارت عام 2003، واللي كان الهدف منها تسليط الضوء على العصور الحجرية في منطقة تبوك وعن جبل اللوز بالأخص، لأنه كانت ثروة حول الأساطير والخرافات اللي طبعا جبل سيناء. ولما نقول طور سيناء أو جبل سيناء ترى نفس المعنى، لكن طور بالعبرية عن جبل. هذه طبعا كذلك صور هذه أعمال التوثيق اللي بعد نعديها. هذا طبعا المكاشف والفؤوس يعني الأدوات الكتابية وجدت في جبل اللوز. هنا الكتابات العربية في تبوك. هذا موضوعنا، وهذا يرافق مثلا نبدأ الآن في موضوع ما هي الكتابات؟ كم نوع عندنا في الموضوع؟ ما هي القلم الأكثر وجودا؟ ما هو القلم أو اللغة أو الكتاب الأكثر وجودا في مدينة تبوك وفي منطقة تبوك؟ طبعا هي أنواع الكتابات كيف نشأت؟ نعطيكم ملخص كبير جدا كيف بدأت الكتابات. مثل ما ذكرنا أن العرب القديم بعد ما هاجر قبل القبائل اللي ما كانوا في الجزيرة العربية انقسمت لهجتهم إلى العربية الجنوبية أو اللهجة الجنوبية واللهجة الشمالية. احنا اللي يهمنا اللهجة الشمالية، على الرغم انك راح تحتاج لو اقول لك الشمالية تبدا من نجران. تبدا من نجران مثل احنا نقولها انها جنوبية. تبدا اللغة الشمالية واللهجة الشمالية من نجران صعودا الى اقصى موقع محافظة حلب في المملكة العربية السعودية. هذه اللهجة الشمالية. واللهجة الجنوبية اللي هي في يسموها الحميرية عند أهل اللغات السامية. اللهجة الشمالية انبثق منها طبعا باسم مسلم الجنوبي لها، انبثق منها عدة لغات. نعم. اي نعم انا عشان كذا نقول تفاجئوا بهذه المعلومة. إلى القرن الأول في الميلاد تم العثور على نقوش في نجران، نقوش شمالية، لهجة شمالية، ثمودية شمالية، أو خلينا نقول المسند أو اللهجة الشمالية. هذه النقوش إلى وقت قريب ثم بدأت تحل محلها اللي هي النقوش اللي يسمونها العربية الجنوبية واللي هي مصر. الأهم عندنا في منطقة تبوك عندنا عدة
أو عدة لغات في منطقة تبوك تبدأ بالثمودي، وتبدأ طبعا استثنينا اللي جاي من خارج الجزيرة العربية. عبد الرحمن، أنواع الكتابات عندنا المسند الجنوبي اللي تفرع منه الثمودي، عندنا المسند الجنوبي اللي تفرع منه الثمودي، وعندنا الداداني اللي هو طبعا وافق الفترة الزمنية اللي هي المحياني، وأيضا عندنا النبطي والصفائي والإسلام المبكر. 95% من النقوش الموجودة اللي تبدأ عليها في الآلاف هي قال الثمودي متأخر. لذلك من كثرة الكتابات الموجودة في منطقة تبوك عند العلماء علماء اللغة يعتبرون ان تبوك هنا قلم ثمودي تبوك، وهذا القلم متميز جدا في رسم الخط وفي رسم الأحرف الخاصة بهذه اللغة. عندنا الصفائي طبعا وجد بعض النقوش الموجودة في القبيل، وفي الغالب وجد في الأردن كثر جنوب الأردن الصفائي. كذلك النبطي، والنبطي اللي الأنباط طوروا اللغة الآرامية اللي هي تعتبر من خارج الجزيرة العربية، ولكن اللغة العربية هي أصلا تحتوي هذه الآرامية، فلذلك كان من السهول على الأنباط أنهم يطوروا هذه الآرامية وتتحول عندنا إلى اللغة أو النقش أو اللغة النبطية والكتابة النبطية. كذلك عندنا الإسلام المبكر اللي هو يعني لغة، ونجده كثرة في دروب الحجيج ودروب التجارة، مثلا وادي بني الغزال في الوادي الأخضر بني الغزال، كذلك موقع السفينة الموجود في وجدة، وكذلك كانت الشبك كثرة طبعا في يعني بعض المواقع اللي في الوادي الأخضر، وادي البقاء. هذه المواقع التاريخية اللي تنتشر فيها هذه المواقع نقدر نقسمها بسهولة جدا من حدود. عندنا يعني وادي يسموه يعني وادي عميق، في أعلى وادي عميق هذا الوادي تنتشر فيه نقوش أو رسوم صخرية، بعض النقوش الثمودية. في هناك طبعا في شمال أو جنوب محافظة حديد نجد يعني بعض البنود أو الآبار القديمة العد مثل الهوار أو البار عفوا. هذا البير بين الهوار تنتشر أو بعض الرسومات الصخرية، واللي تعطينا دلالة على يعني وجود الحياة في هذا المكان قبل أكثر من 10,000 سنة. عندنا مدين، وعندنا أيضا موقع شرم، وعندنا حسنة أو حسني باللهجة المحلية تنتشر الإبداع مفتوح للنقوش الصخرية، سواء كانت الرسومات أو حتى كانت الكتابات العربية المبكرة مثل الثمودي ومثل النبطي واللحياني وأيضا الصفائي. وكذلك يعني هناك يعني أو ثلاثي اللغة ببساطة. هذه أشهر الكتابات اللي موجودة في منطقة تبوك، وأغلبها 95% هو الخط الثمودي. شوف الصفحة اللي بعدها أستاذ الرحمن. هذه اللغات موجودة في أو الكتابات موجودة في منطقة تبوك وأكثرها في تيرو وأيضا في معبد الوافق. هذه ليست كتابات عربية، وإنما كتابات من خارج الجزيرة العربية، اللاتيني والهيروغليفي وكذلك الآرامي والمسماري. المسماري من بابل، وكذلك الهيروغليفي من مصر، وأيضا اللاتيني من طبعا الإمبراطورية البيزنطية الشرقية اللي تواجدت في الشام في يعني العصور الرومانية. هذا طبعا عبارة عن تصنيف لهذه اللغة أنواع قسمها واضحة. موضوعات هذه النقوش، تكلمنا عن أنواع هذه الكتابات
واشهرها اللي هو النقش الثمودي. طيب ايش موضوعاتها في الغالب؟ انا عرفت ان هذه كتابه ثموديه، وعرفت انه غالبيتها ثمود، وعرفت انها يعني عصرها العصر المتاخر الثمودي او التبوكي مميز. ما هي الموضوعات اللي تتناولها هذه النقوش؟ النقوش طبعا في بنيتها تتناول 3 موضوعات. الموضوع الاول اللي هو الملكيه. بالمناسبه هذه النقوش بغالبيتها هي نقوش تمثل الحالات الاجتماعيه ودينيه واقتصاديه، ما تعطيك مثلا حدث كبير. يعني هي كتابات بسيطه جدا صغيره تتكون من مثلا اسم الشخص وابوه او الكنيه او ماذا يعمل. فهذه الكتابات او النقوش او الكتابات العربيه القديمه احنا كباحثين كمهتمين نستفيد منها فقط مواضيع دينيه واقتصاديه، وتعطينا عن فكره عن هذا الانسان واماكنه وتنقلاته في هذه الوقت. لذلك كثره الكتابه بلغه ما في مكان ما او منطقه ما يدل على كثره مستخدمي هذا القلم. لذلك الثموديين عاشوا بكثره في هذه المنطقه، والنقش الثمودي هو السائد في هذه المنطقه. الموضوع الاول اللي هو نقش الملكيه، فتجد مثلا نقش لفلان، ها فلان بنت فلان، يعني صاحب هذا النقش هو فلان بن فلان، احنا نسميه الملكيه. كذلك تجد رسمة مثلا جمل أو حصان، تجد جنبها نقش يقول ها فلان بن فلان، مثلا ها بكرة فلان بن فلان، يعني الرسمة الصخرية هذه الجمل هي الجمل هي ملك فلان بن فلان. فهذه ملكية كتابة وملكية الرسمة الصخرية المرافقة، سواء كانت جمل أو حتى كانت مثلا فرس أو أي شيء يذكر هذا الكاتب. عندنا الموضوع الآخر اللي هو استغاثة، نقوش استغاثة. كان العرب قديما طبعا اللي هم ديانتهم الوثنية تمر علينا كثير، اللي هي اللات ومنات والآلهة القديمة اللات، فيكثر في هذه المنطقة ذكر لاسم الآلهة اللات اللي ذكرت في القرآن، أفرأيتم اللات والعزى. فاللات يعتبر من أكثر الآلهة اللي عرفت في هذه المنطقة ذكرت في نقوش الثموديين، ومعها أيضا ودد. طبعا إحدى يعني لا ترون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهذه الآلهة موجودة. احنا يعني نستشف منها الديانة اللي كانت موجودة، وبعض يعني ممتلكات مثل العبد ومثل الخيل، وحتى الرسوم الصخريه اللي مثلا يقول فلان واجه الاسد، فبعض الاشخاص يفتخر انه نازل الاسد وقضى على الاسد، فنجد رسم الاسد في بعض النقوش. ناتي للثالث اللي هو طبعا الجزء الثاني اللي هو نقوش الاستغاثه. والاستغاثه عندنا اما تاتي اما ان الشخص يطلب مثلا من الالهه البركه او النصر أو حتى التمكين. والنوع الآخر أو الثاني من الاستغاثة اللي هو إن هذا الشخص يطلب من الآلهة هذه إنها تضر فلان أو يعني تهلك فلان اللي آذاه. الموضوع الثالث أو باختصار لكم هذا كله اختصار، يعني أحاول أفهمكم المادة ملخصة جدا. الموضوع الثالث من أنواع هذه الكتابات عندنا اللي هي موضوع الإعلان. إن الشخص هذا يعلن، وهذا اللي أحتاجكم تركزوا معي فيه، لأني يعني بنحاول نطبق على مثل هنا اللي هو كيف إن هذا الشخص أعلن إنه طبيب وافي بن جبل الطبيب. هذا وجد في وادي الأساطير، تعتبر هذا النقش إشارة مبكرة جدا وإشارة إلى أول إشارة لممارسة الطب
في الجزيرة العربية عند الإنسان العربي في عصور ما قبل الإسلام. فهذه تتميز فيها منطقة تبوك ونقوشها طبعا إن الإشارة إلى مزاولة الطب ومزاولة التداوي قديما قبل أكثر من 3000 سنة. فهذه مثال طبعا على الإعلان اللي هو نقوش الإعلان. وفي بعض النقوش بسيطة جدا إخبارية اللي يقول مثلا فلان مثلا شارك في معركة، أو مثلا واجه الأعداء هزموه، أو مثلا إنه صابوا ربيع هذه السنة. فعندنا الإخبارية النقوش الإخبارية، وعندنا نقوش الاستغاثة، وعندنا نقوش الإعلام، وعندنا نقوش الملكية. أربع ما تخرج عنها كثير، خاصة النقوش التقليدية القصيرة واللي توثق طبعا للحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية، وأيضا لتحقيق حال هذا الإنسان في هذا المكان. هذا النقش اللي أنا أقول تقريبا رقم 3 يعني يظهر يعني ما يخبرني الحقيقة بإني ولا باستطاعت قراءة هذا النقش الثمودي، وهو ثمودي فترة متأخرة، والموقع جنوب تبوك ب 30 كيلومتر أو عفوا ب 30 كيلومتر وادي العصافير، اللي هو يعتبر مفتح كبير جدا لهذه النقوش الصخرية واللي تعود للكتابة الثمودية المتأخرة. طبعا أماكن تواجدها لا شك أنكم أكيد واجهتم هذه النقوش مثلا في وادي العصافير جنوب 30 كيلومتر، في وادي البكرة، في وادي رام، في وادي الأخضر، في جبل اللوز، في هضبة حسبة، في بجدة، في علجان، في الزيكة، في هذه المناطق المفتوحة. وبعض المناطق عبارة عن التقاء، يعني مثلا أنت وقفت على صخرة كبيرة، الصخرة هذه فيها كتابة إسلامية مبكرة، فيها نقش ثمودي، فيها نقش نبوي، فيها مثلا نقش لحياني. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا المكان هو التقاء، إما أن يكون دار تجاري أو حتى يكون منطقة لممارسة العلاج. هذا يعني من الأدبيات طبعا، أو الأشياء المعروفة لدى الباحثين والمراقبين والمهتمين بقراءة هذه النقوش. باقي لنا يعني أن نذكر هناك يعني حدث مر فيه طبعا علقان، منطقة علقان، وجد يعني أحد الأشخاص يعني كان يزور يعني والدته في المقبرة في علقان، مقبرة قديمة جدا، وأعتقد إنه من السادس من عندها. فبمصادفة صور إحدى الشواهد القبور في هذه المقبرة، وكانت المفاجأة أن هذا النقش هو ثنائي اللغة، يعني نبطي وعربي مبكر، نبطي وعربي مبكر. فعملت عليه دراسات وتم الاحتفاء في مثل وزارة الثقافة، لأن حقيقة يعتبر من أميز أو يعتبر يعني النقش الوحيد على الجزيرة العربية اللي يحمل فترتين، أو الكاتب اللي كتب هذا النقش يبطل النبطية ويبطل العربية المتأخرة اللي هي المبكرة. هناك طبعا في بجدة في ثنائي الوحد ما بين الثمودي والنبطي، لكن يذكر اسم أحمد. يعني احنا نستحضر سورة الصف وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا الاسم ورد في إحدى النقوش الثمودية في بجدة. كذلك عندنا إحدى النقوش يعني توفق طبعا لثنائي اللغة النبطي والعبري، النبطي والعبري. وهذا الشخص كتب بالنبطي كتب حديثه عن عيد الفصح، طبعا اللي يعني يكون في
الديانة السماوية بدون ذكر. هذا ببساطة ما حبيت أذكر لكم أنا عن هذه النقوش وعن تفسيرها وعن دلالتها، ونختم بالبعد الثقافي، وهو أصلا اللي كان يربطنا من الأول إلى آخر الندوة أو آخر الأمسية. ومثل ما ذكرت هي ندوة سريعة جدا، أمسية سريعة جدا، الغرض منها هو تسليط الضوء على هذه النقوش وعلى هذه الرسوم الصخرية، وكيف هذه النقوش قدمت لنا معلومات وقدمت لنا إحنا كمؤرخين وكأهالي المنطقة تميزنا، ويعني أن الإنسان العربي القديم في تبوك ما كان يعني بالشكل اللي احنا يعني متوقعين، انه انسان جاهل وانه انسان فقط بادي رحل. اكثر من كتب طبعا في جميع اللغات غير العربيه او غير ثموديه نجد ان اللغه تختص فقط بالطقوس الدينيه وعلى طبقه محدده نخبويه من اي امه تكتب بلغتها او بكتاباتها القديمه، بينما الثموديه واللغه العربيه تجد الشعب في جميع الفئات يكتب هذا ذكر فلان من فلان، ناقه فلان من فلان، مثلا مثلا ها وافي بن جهبل الطبيب. فحتى في نقش الان احنا نشوفه حقيقه كنت بعرضه لكن ما اسعف الوقت، ان البعض من في تيمة هذا النقش كتب بالخط الأرامي انه الثموديين او سكان تيمة الاقدمون اكتشفوا من خلال تفاعلهم مع الطبيعة ومع البيئة البعض الامراض ميدوية للعزل، فكتبوا على احدى الصخور في احدى المناطق انه هذا المريض يحتاج الى عزل، وقاموا بعزل هذا المريض في هذا المكان خارج تيمة. كذلك في حال احدى النقوش الثمودية تفسر لنا كيف استفادوا من العنف وكيف استفادوا من بعض النباتات وكيف استفادوا من بعض الحيوانات في الدواء وفي يعني مختلف طبعا يعني مختلف المنتجات. البعد الثقافي لهذه النقوش ماذا كيف انعكاس على المنطقة؟ ماذا يعني نقش موجود في اسم أو حسن؟ ماذا يعني نقش موجود في وادي الأخضر؟ ماذا يعني نقش موجود في وادي البكار؟ في علقان؟ أينما يممت وجهي في منطقة تبوك فأنا راح أصادف نقش. وأنا أجزم إنك بمجرد ما تركب سيارتك وتتجه من بعد العين يمين ويسار بس وقت السيارة وتنزل الصخور تلقى نقش. تقدر عليها بالآلاف، نقدر بالآلاف، وإلى الآن لم يكن حصل هذا. فماذا يعني في البعد الثقافي؟ هو إنجاز سكان تبوك اللي عاشوا قبل 3000 سنة وكتبوا لنا هذه الكتابات وقدموا لنا إنهم استأنسوا الجو، قدموا لنا إنهم مارسوا الطب في هذه المنطقة، والطب يعني علم ما هو حديث مورس في هذه المنطقة قبل 3000 سنة وأكثر. قدمونا تفاعلها مع هذه البيئة وأنهم سكنوا في هذه المناطق، كانوا يمارسوا دياناتهم، كانوا يمارسوا طقوسهم تجارتهم، كانوا يمارسوا رأيهم، كانوا يمارسوا طبعا البيع والشراء والتجاره اللي تفوق فيها اللي هم الانباط. فاحنا كسكان هذه المنطقه والمملكه العربيه السعوديه طبعا هذا المنجز اللي احنا نحتفي دائما، وهذا المتحف الكبير من النقوش والرسوم الصخريه واللي اغلبها كتبت بالقرن الثمودي المتاخر والتبوكي ايضا. نعتز ونفخر بهذا الموروث اللي تركه لنا الانسان التبوكي قبل اكثر من 3000 سنه. يعني الكتاب بدأ قبل 3000 سنه، بعضها يعود
إلى 1200 سنة، بعضها يعود إلى 700 سنة، بعضها يعود إلى 500 سنة، بعضها يعود إلى 1000 سنة، 1100 سنة. فهي درجات على حسب الكتابة اللي كتبت فيها هذا النشر. بقي أن نقول أن هناك مبادرة قامت فيها وزارة الثقافة، وهي مبادرة نقوش السعودية. يعني يستطيع أي شخص منا إذا وجد نقش في أي مكان يقوم بالتقاط هذا النقش ثم يبحث هل هو هذا النقش موجود مسجل باسم آخر أو غير مسجل، ويكتب في اسمه أو يسجل باسم هذا المكتشف. وهذا يعطينا أن هناك المئات، يعني في عرقنا واكتشفت يعني حتى ما سجلت إلى الآن، ولكنها عندما إلى عربة تجوها 4 خيول، وسجلت يعني مو عربة واحدة، عربتين، كل عربة تجوها 4 خيول. هذا الموجز الثقافي وهذا الجهد الثقافي يعطينا على الإنسان العربي ناس، يعني الحب العربي من كل الأسف، يعني ما كانت تحصل فقط على الحضارة الفرعونية، ما كانت تحصل فقط على الحضارة البابلية، بل العربي في الجزيرة العربية كان يركب هذه العربة وتجرها الخيول. وهذا لم يثبت لنا أن الكل شيء موجود في عرقان وموجود أيضا في وادي عساكر جنوب تبوك. حقيقة أنا أشكر حقيقة ختاما حضوركم وحسن صوتكم واستماعكم، وأتمنى أن أكون أفدتكم بشيء حقيقة يعني يغير في أو يرفع من الوعي عندكم عن فكرة هذه النقوش وأنواعها ودلالاتها وكيف تستخدم. وأرجو أن تكون نقطة انطلاق للمهتمين بأن يكون دراسة أو تخصص في هذه اللغة، أو على الأقل يفهم، لأن للأسف في وقت قريب كان الجميع يقول أن هذا النقش هو نقش كنز، فنجد أحيانا جنب الصخرة حفرة كبيرة ما جاء تحسرها إلا أن هذا الشخص ظن من هذا النقش، يعني يشوف نقر الخير، يشوف رسمة أسد، يشوف رسمة يد، يقول هذا مثلا الكنز لازم انك مثلا 7 خطوات يمين ثم 7 خطوات يسار، يعني من هذه الخرافات وهذه الاساطير. فهي عباره عن كتابات عربيه. كيف تشكلت اللغه العربيه؟ نفكر فيها، كيف تشكلت اللغه العربيه الفصحى؟ كيف تشكلت؟ هي فعلا تطور من هذه النقوش، من هذه اللغات اللي احنا ذكرناها. هذا حقيقه سؤال جدلي جدا جدلي. لماذا؟ لان اللغه العربيه الفصحى اللي بنتكلم فيها او اللي كانت يعني نشوفها احيانا في الشعر الجاهلي الفصيح ما قبل الاسلام، حتى العربي في العصور الاسلاميه هي بنيتها قويه جدا. يعني انت لما تقارنها بالفرنسيه ولا بالنطق المتاخر تجد هناك بون شاسع في المفردات، في التراكيب، لدرجه ان اللغه العربيه الفصحى هي اللي تستوعب هذه اللغه القديمه وليس العكس. ف يعني يرجع العلماء ان هذه الفجوه وهذا يعني الفجوه اللي صارت في هذا التطور هي اللي افقدتنا الحقيقه معرفه كيف تطورت اللغه بهذا الشكل اللي نتكلم عنه بالشكل الكبير اللي هو اللغه العربيه الفصحى. وحقيقه اشكر حضوركم واصغائكم، واترك طبعا المجال لمن لديه سؤال او استفسار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، يعطيك العافية. محاضرة قيمة شرفنا بالحضور. السؤال: هل النقوش هذه الموجودة في تبوك تعطينا دليل على أن الإنسان التبوكي القديم كان يعني عنده قراءة وكان عنده كتابة وكان عنده يعني الملكة هذه، أو أنه عبارة عن ناس عابرين من خلال القوافل التجارية، أم أنهم ناس مستوطنين في تبوك محليين؟ شكرا على هذا السؤال. سؤال وجيه حقيقة. أغلب المناطق الموجودة هي مناطق احنا نسميها بعد ما يعني قبل 10,000 سنة، بعد ما بدأت الجزيرة العربية تنحسر فيها مياه الأمطار وبدأت فيها يعني ظروف التصحر، بدأت هذه الجماعات بالاستيطان وبالسكن حول بعض الأودية. وأيضا في بعض المناطق كان محاولة منهم
إنشاء مدن، ونستشف منه أيضا معرفة كيف نشأت هذه المدن وهذه القرى وهذه الواحات. فالنقوش هذه موجودة دائما في مستوطنات استاذي، في مستوطنات وفي مناطق ما تكاد تكون عابرة. الأكثرية وجد في مستوطنات، يعني مكان تجمع، وهذا ما يبقينا إن هذا الإنسان كان موجود. والدليل إن في بعض النقوش ذكر صاحبها مرتين في منطقة جنوب أو في منطقة شرق. أضف لذلك أن هذا الشخص يعني يذكر فلان إنه اشتاق لفلان أو اشتاق لفلان، أو مثلا يطلب من إلهه إنه يغيث فلان أو يغيث أهله. ففي الغالب هذه ما تأتي إلا إذا كانوا جماعات قريبين وتكثر النقوش في مكان. يعني احنا نتكلم عن انك اذا وجدت منطقه يكثر فيها مثلا كتابه معينه وليست مختلطه. انا جاوبت على سؤالك في منتصف الندوه عندما ذكرت ان اذا وجدنا مكان في عده لغات نجد ان هذا كان ملتقى عابرين سبيل او ممر او اكثر اتجاه، بينما لما يكون المكان بخط واحد يكاد يكون متشابه لدرجه انه تطلق عليه التبوك لأنه متميز عن باقي الناقل عن حائل والأسلوب والمدينة المنورة وغيرها. فنجد أن هذا القوم أو القوم اللي هم يسمونه الثلوثيين سكنوا في هذه المنطقة. وذكر أصلا في أنهم عرب، ذكروا حتى في النصوص الإسلامية القديمة بتمود وتمودة اللي هم طبعا العرب يقصد فيهم العرب اللي يسكنوا الجزيرة العربية. فهذا اختصار يعني هذا بينما العرب القديم ليس بعربي جاهل ولا عربي امي يكتب بهذه المهاره، لدرجه ان يحتاج بعض يكتب بلغتين. فما هي المهاره هذه اللي اوصلت له؟ كذلك نجد انه الناس مثقفين مساوين اكثر، يعني مثل مهنه الطبيب او مهنه مثلا الشخص اللي اكتشف افتراض العزل حزمي او اكتشف بعض الحيوانات اللي لها اعتبار طبعا في التداول. هذا باختصار اجابه على السؤال. سؤال إضافة تفضل شاء الله. شرفت فيك كعادة، أنا أتوقع صوت إمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. شاركوا مقدمة أخوي الباحث سيد عبد الله إني دائما أستفيد من معلومات ومن منها شيء كثير. وشكرا لك على هذه الملتقيات الجميلة. الله يعافيك. حقيقة في نقطة مرة مهمة لابد أن ننتبه لها في المواقع الأثرية وبجوار النقوش الصخرية، وهي المحافظة على هذا التراث أو هذا الإرث العظيم. للأسف نجد بعض المخربين يمكن يحفروا هذه خلف الأرض بعيدا من النقش، لكن للأسف الآن نوع آخر من المخربين وناخذ نقش اللي في جنوب تبوك، نقش يمكن انتشر واشتهر عالميا وللاسف تم تخريبه. فبطلع على النقش، ولكن تثقيف المجتمع، توعية المجتمع بالحفاظ على هذا التاريخ ترى مهم جدا، ومثل يعرف تثقيف الابناء وكذلك الاحفاد. فمهم جدا المحافظة على هذا التراث. كذلك في من ضمن الآن أتوقع عرضوا كثير قاعد يتردد في تيمة. فهذه من النقاط أتوقع أنه ما شاء الله الهيئة الملكية الأولى الآن بدأت سباقة وأصبحت سباقة في إقامة الدورات لإحياء اللغات القديمة. الآن في دورة راح تقام في الهيئة الملكية الأولى أتوقع مدة أسبوعين مع الدكتور عبد العزيز الديابي. ففرصة عظيمة للي حابب انه يتعلم هذه اللغات، وما شاء الله في تبوك ناس كثر يقرأوا النقوش سواء التلمودية او النبطية.
شكرا لك أستاذ عبد الله وشرفت فيك. شكرا على مداخلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك العافية أستاذ عبد الله. دائما يعني موضوعاتك من الموضوعات المهمة جدا في منطقة تبوك، واهتمامك بمنطقة تبوك وأنت أحد أبناء منطقة تبوك. لكن سؤالي ربما أنه خارج عن الموضوع هذا. طبعا عارفين الحضارات الموجودة في منطقة تبوك منذ القدم يعني كتب عنها كثير. إذا سؤالي مدينة تبوك أو منطقة تبوك وقعت بين حضارتين وفي تشابه بين الحضارتين اللي هي مدائن صالح والأنباط في البتراء. يعني هناك تشابه بين حضارة البتراء وحضارة مدائن صالح حتى في الرسومات وحتى في الهندسة. هل تبوك بين هذين الحضارتين ما نقش على هذه الأحداث أو أي حضارة قيمة بين هذين الحضارتين مستقلة عن حضارتين أم هي نفس التأثير أكثر من مدينة تبوك بين الحضارتين؟ هذا السؤال. الله يعطيك العافية. صار وجيه. احنا عشان بس نفهم تعاقب الحضارات. يعني عندنا الحضارات ما كانت يعني قل ما شمال الحجاز. اللي يمسك شمال الحجاز خلاص هي تقال تكون تلغى. يعني عندنا الدليل اللي هو النهيان اللي هو الآن اللي هي البدن حتى مذكور في التوراة يعني مذكور نص في التوراة. يعني أنا طلعت على كل النصوص اللي ذكرت في التوراة في الأصل. يعني في سفر اسمه سفر إرميا يعني يذكر علانية في نص التوراة يعني إنه تيمة أهل تيمة إنه أغيثوا اللي هم يسموها الدجالين وانهم اغاثوهم هذه التيمه لما جاء عليهم ايش؟ العدو. فهذا ذكر في نصوص قديمه جدا، نصوص قديمه جدا تقطع يعني تيمه وتذكر ايضا دادان وتذكر العلق. الشاهد من الموضوع انه عندنا احنا يعني شيء اسمه تعاقب الحضارات. فالمنطق ما بين الأمهول أو الحجر وما بين البتراء هو كان ارتباط قوي جدا في اللي هم يسموهم الأنباط. فكانت الطريق التجاري يربط ما بين الحجر وما بين البتراء. حتى مسمى بيتر في اللغة الإنجليزية بيتر ماخذ من بيتر الصخر، عندهم الصخر والبتراء